تعالي اقولك ازاي تعرفي ان الملح بتاع الغسالة بتاعتك خلص. شايفين العلامة الحمراء دي؟ النور ده لما بينور احمر كده تعرفي ان الملح بتاع الغسالة خلص ومحتاج انك انتي تضيفيه تاني للغسالة. طيب الوظيفة بتاعة الملح ده ايه؟ الوظيفة بتاعته ان هو بيشيل الترسبات والتكلسات بتاعة المية بتاعتنا. هتشيلي الرف اللي تحت في الغسالة وهيبقى عندك علبة موجودة كده على جنب وليها غطا. بتفتحيها وبتجيبي الملح بتاع الغسالة ده، بتشتريه طبعا. العلبة دي حوالي كيلو. بتضيفي الملح عن طريق القمع ده بيجي مع الغسالة، وبتحطي كمية الملح كلها اللي موجودة في الإزازة دي. وانتي بتضيفي الملح هتلاقي فيه مية بتخرج، المية دي بتسحب الملح كده على تحت وتشفطه للداخل، وهي بتخرج المية دي وبيحل محلها الملح. وبعدين بتشيلي القمع بمنتهى السهولة